هاي جايز، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير وهلا فيكم في فيديو اليوم نحن رايحين مشان نتسوق للصيف. الصيف خلص امل، نحن جايين على شهر 8، بس انا اليوم اصلا طالعه لاشتري فستان لعيد ميلادي. ممكن اذا ما لقيت فستان اشتري هيك لبسه عاديه، بس اكتر اشي بفكر اشتري فستان. بحس يعني في يوم ميلادي يعني بيكون الفستان احلى، فحبيت انه اروح معاكم للتسوق. واليوم الجو يعني ما نو حر كتير وما نو جو جميل، بس نحن اصلا حنكون بالمول فما رح نتأثر كتير بالحرارة. هلا رايحين، اذا ما نكون مشتركين بالقناة لا تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا اشعار الجرس ويلا بينا. انا عيد ميلادي قرب يا جماعة، عيد ميلادي يوم الجمعة حصير 19، يعني ممكن تبعتوا لي هدايا بستنى يعني. جايز هلا وصلت على المول، هلا رح تبلش رحلتنا لنلاقي فستان. صراحة ما بعرف الاشي اللي بدي اياه، لانه حسيت انه صايرة عم البس نفس الستايل تبع الفساتين، نفس الاشي عم اشتري. بدي شغلة مختلفة بس مش عارفة شو بدي، فيعني حنضل ساعات هون، حندور انا وياكم ونشوف. فتح جديد ليفتيز هون بتركيا يا جماعة، وفي عنده شغلات كتير حلوة. يعني شوفوا هلا عم شوف يعني شغلات. اخذت هالفستان حجربه كمان وعم لاقي نادرة. جربت يا جماعة الفستان وكنت اخذت هالرموش، بس صراحة ما حبيته لانه شوفوا شكلهم هيك مفرقين. الاشي اللي ما بدي اياه فيني ادفعه واحطه هون وراح. والله تكنولوجي كتير حلوة، حبيت يعني، بتمنى انه يحطوها في كل محل. جماعة يعني بتاخد الشغلة لحالك كما ورجيتكم يعني. المهم انا اخذت وعم شوف شغلات البيبيز. هلا اجيت على كوتون يا جماعة، بشوف اذا في هيك يعني فساتين وما بعرف شو حورجيكم هلا. هي قاعدة عم بحكي بس يعني ما لقيت اشي واو. انا اخذت هذاك الفستان بس يعني حالبسه في يوم ميلادي ولا ما رح البسه ما بعرف. يعني ممكن اذا لقيت اشي احلى تبع يوم ميلادي، يعني انا ما رح اسوي حفلة، ما رح اسوي اشي هيك يعني. بتعرفوا زي الايام الماضية، زي السنوات الماضية هيك يعني بكون مع عائلتي مع رفقاتي وكذا. بس يعني ما لقيت شي فستان هيك يعني بتقولي انه هذا هو الفستان. فهمتوا علي شلون؟ يعني في شغلات هيك تبع الصيف بشكل عام. مثلا شوفوا شو هاد، يعني في شغلات كتير هيك يعني عادية وما ستايل تبعي، وانا كما قلت لكم بدي ستايل مختلف بس ما عم لاقي. بس يعني لساتي عم دور في شغلات، ما في شغلات يعني. نشوف كمان محلات ثانية. قاعدة عم دور بالمحل والناس عم تشوف فيه بشكل كتير غريب، عم احكي مع حالي بس مهم يعني ما علينا. اشتريت كم شغلات وهلا لساتي عم دور، يعني تدويري حيستمر لبكره الساعة هيك 5 المساء. يعني بتعرفوني انا. هلا حروح للاماكن اللي ما شفتها، لانه صار لي الصراحة ساعتين بلف بنفس المكان، وبعدين اذا لقيت شغلة لقيتها، ما لقيتها رح نشوف شو حيصير. على إكرو هون بيحطوا الشغلات اللي كتير كيوت زي هدول. شوفوا هدول قد ايه كيوت. اي عم شوف اذا لقيت شغله كيوت زي هيك. هذا كتير كيوت. فيها شغلات حلوه يعني. اذا بدي اعمل تسوق للجامعه لازمني اجي هون مشان اشوفوا يعني في شغلات حلوه. يعني راح اروح للجامعه هيك. انا عندي قصه ما حلوه مع هدول. مره بشتري بيوتي بلندر بتطلع مش البيوتي بلندر التمام، يعني بتطلع خربانه. كنت اشتريت بيوتي بلندر فيها هيك شغله كتير غريبه زي التوب، بس هدول حسيتهم انه ماشي حالهم. يعني ما بحس انه البيوتي بلندر يعني كماركه بتتغير. يعني اذا اشتريتي ماركه واو بتكون احسن. يعني بحس انه كلياتهم نفس الاشي عن جد، يعني لانه جربت حسيت انه كلياتهم نفس الاشي، ما راح تفرق ابدا. اخذت بنطلون، عم فكر اخذ هذا دقيقة. عم فكر في اشي زي هيك، بس هذا بيجاما يعني عم ببين زي بيجاما يعني. لا مش لهالدرجة، ما حبيت يعني. اكثر يعني بتحسوا الفايب تبع البيت غالب عليه. هون ما ورجيتكم الايلاينر، حطيته هون احسن ايلاينر بالتاريخ. ما ادخل على البيت حورجيكم الشغلات اللي اشتريتها.
هلا عم شوف يعني اذا لقيت شغله، اذا ما لقيت يعني عندي ايام ثانيه اطلع اشتري فيها يعني، لانه في شغله حقولها لكم لما كمان اروح على البيت. فلهيك يعني عم اعمل تسوق جميل. لقيت شغله زي هيك، هو هذا الفستان حلو، هلا حجربه بس صراحه ابيض. الابيض يعني نجربه ونشوف يعني شلون حيطلع. يا جماعه ابدا مش ضابطه يعني، في الشكل بتبينها حلوه بس لما لبستها يعني صفر. كانه كبير علي بس هذا اخر شي ضايل يعني اخر سايز، فلهيك يعني ما حبيت ابدا. بس خلصت اشتريت كمان بعد الشغلات حورجيها لكم لما اروح للبيت. اجيت على البيت امبارح وكانت هيك حابه انه اصور لكم لما اجي واصور لكم الشغلات اللي اخذتها، بس عن جد كنت كتير تعبانه وفورا نمت بكير. واليوم حورجيكم شغلات اشتريتها. طبعا لساتي حاشتري شغلات تانية بس لانه في يوم واحد ما بقدر الاقي شغلات كلياتها اللي بدي اياها. في كمان شغلات حاطلبها على النت لانه الشغلات على النت ما بتكون كتير موجوده على المحلات، فحورجيكم شغلات اشتريتها. بالنسبه للفستان اخذت هذا، ما لقيت ولا فستان تاني. جربت كتير، شفت شغلات كتيره، بس هذا حسيته اكتر فستان مريح، وهذا اللي رح البس فيه يوم ميلادي يعني اخر قرار. هذا اللي رح البسه، ارتاحت فيه. بس بعدين هدول اللي كنت وريتكم البيوتي بلاندرز كتير حلوين. كما قلت لكم الماركة ابدا يعني انا ما بتهمني لانه جربت يعني كل واحد وهو. جربت اليوم كتير حلوة، ماشي حالها ما فيها ولا اشي. الشي الثاني هو هذا البنطلون. هذول البناطيل يعني صار لهم سنة ترند ولساتهم ترند، فالكل عم يلبسهم. انا مش لانه الكل عم يلبسهم اخذته، بس لانه كتير برتاح فيهم. يعني على الجينز اكتر اشي برتاح في هدول البناطيل، وخصوصا في الصيف بيكونوا كتير باردين وكتير مريحين، لهيك اخذته بهذا اللون. عندي كمان الرمادي اللي لبسته امبارح واخذت كمان هذا اللون حلو، بس المشكله تبعه رغم انه اخذت اكس اس بيجي شوي كبير وطويل كمان، لانه انا ماني طويله كتير، طولي 1.60 م. هدول اكتر شي بيلبقوا مع الناس الطوال. اللبسه الاخيره اللي اشتريتها هي هاي. او ماي جاد، هدول قد ايه بيجننوا. هذا القميص مع هذا الشورت، هما بيجوا هيك طقم كتير حلوين. حلبسهم ان شاء الله بالسفره، ان شاء الله حسافر حصور لكم كمان السفره. اخذتوا اشي صيفي حلو. يعني عم تلاحظوني انه تغير ستايلي من السنه الماضيه، يعني تغير ستايلي كتير على قبل. هيك يعني. كمان قلت لكم ما اخذت شغلات كتيره، بس هدول اللي اخذت في الملابس. واخذت كمان هذا اللي عم تسالوني كتير شو درجه المناكير اللي عم تستخدميها. انا حاليا حاطه من هذا بس يعني كان خلص تقريبا، حطيت بس طبقه واحده يعني ما انكسر ضفري. عم اقول شو هاد، كسر ضفري. عم اقولكم عن جد، والمره الماضيه كمان لما ورجيتكم اظافري قلت لكم شو اسمه، عملت حطيت مناكير وما بعرف شو، مر يوم وانكسر كمان ضفري. شوفوا المنظر قد ايه طالع ما حلو، شوفوا. وانا عم ورجيكم اكتشفت يعني من الكاميرا. المهم حاطه من هذا بس طبقه، وحاطه فوقه واحد هيك يعني بيلمع، بس ضفري انكسر. وهلا كثير عصبت عن جد على الموضوع، لانه بحب اظافري في الصيف يكونوا هيك طوال، واحط الوان هيك نيود بيطلعوا كثير حلوين. هلا اتعصبت شوي، يعني عم فكر اذا اقصهم كلياتهم ولا اخلي بس هذا قصير هيك. هذا من فلورمار رقمه 470 وايت دريم، بنصحكم فيه. ببين كتير طبيعي وبيبين زي الجل على الاظافر، كتير حلو. واخذت كمان هالايلاينر. انا عندي ايلاينر بس الايلاينر اللي عندي شوي خفيف وبيروح بسرعه وبينزل هيك، بس هذا مات ما بيروح بسرعه وكتير كتير 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 اسود، ونصحتني فيه واخذته. جربته على ايدي بس وحبيته صراحه، عملت هيك مرح. حجربه حقلكم رأيي فيه يعني هيك. بس يعني هالشغلات اشتريتها. عم جهز حالي هالايام، عندي شغلات عم بسويها كمان. ان شاء الله لما اسافر حصور لكم فلوجات السفر. ولا تنسوا تشتركوا في القناه وتفعلوا اشعال الجرس. ان شاء الله انتظروني. وكمان كتير متحمسه انه ابلش جامعه واصور لكم فلوجات في الجامعه وتجهيزاتي للجامعه وهيك، يعني حتبلش قصه جديده في حياتنا. لا تنسوا تتابعوني على الانستغرام وعلى التيك توك وكمان على اليوتيوب. وبشوفكم ان شاء الله في النكست فيديو. بحبكم كتير ومع السلامه. قولوا شميكو زري. باي باي.